لفترة طويلة جدا كنت بعاني اني اجل اي حاجة ورايا، او زي ما معروف كده بالمصطلح العلمي كنت بسوف. كنت لازم استنى لاخر لحظة علشان اعمل اي حاجة مفروض اعملها، ولو مفيش ديدلاين معين او وقت معين مفروض اخلص فيه الحاجة اللي عايز اعملها دي، غالبا كنت بخش في دوامة من المثالية واقعد اخطط واشوف انا هعمل الموضوع ده ازاي، لغايه ما في الاخر بنسبه كبيره جدا ما بعملش حاجه. وكان دايما كل ما الحاجه كانت اصعب وفيها تفاصيل اكتر كنت بتسحل جدا مع التفاصيل دي، وافضل اركز في كل تفصيله وازاي هعملها، وازاي لو واجهتني مشكله هقدر احلها، وافضل اعمل الحاجه في دماغي فوق ال100 مره. بس في الحقيقه ما بعملش اي حاجه، حتى لو الحاجه اللي عايز اعملها دي حاجه كويسه، بس برضه بتفضل في دماغي فكره ان كل ما كانت الحاجه صعبه كل ما كنت بلاقي نفسي باجلها اكتر او ما بعملهاش. والحقيقه اني اكتشفت كده مؤخرا طريقه ازاي اضحك بيها على مخي وانجز كل حاجه انا عايز اعملها. وصدقني الطريقه دي ملهاش علاقه اذا كان عندك اراده ولا ما عندكش. تعالى في الفيديو ده اقول لك على الطريقه اللي نفعت معايا انا شخصيا، ازاي تعمل الحاجات الصعبه حتى لو ما كنتش قادر انك تعملها. انا احمد البكر، ولو اول مره تشوفني فحب اقول لك ان انت هتلاقي هنا كل حاجه محتاجها علشان تكون احسن، حتى لو بنسبه 1%. علشان نعرف ازاي نتذاكى كده على مخنا ونعمل الحاجات اللي غالبا هو مش عايزنا نعملها، لازم في الاول نعرف هو بيشتغل ازاي. وما تخافش، مش هقول لك كلام علمي وكلام مجعلص بيقول لك بقى المخ بيشتغل ازاي والكلام ده، لا، لازم نعرف المخ بيشتغل ازاي لما بنكون عايزين نعمل حاجه معينه. وللاسف لو لسه ما خدتش بالك كده هتلاقي دايما ان اي حاجه صعبه او اي حاجه جديده مخك دايما بيحاول بيقاومها بصراحه عن طريق حاجتين. اول حاجه وهي المشاعر السلبيه. يمكن احسن تشبيه لفكره المشاعر السلبيه دي هو ان انت تتخيل مخك زيه زي اي عيل صغير. تخيل كده معايا لو في عيل صغير قدامك وانت حبيت تخليه يعمل حاجه هو مش عايز يعملها، هيعمل ايه؟ هيعيط وهيزن وهيدبدب في الارض علشان هو بس مش عايز يعمل الحاجه دي. وده بالظبط اللي مخنا بيحاول يعمله اول ما بنجيب له حاجه صعبه المفروض يعملها، او حاجه ممله او حاجه مكرره. هو الفكره كلها بالنسبه له ان هو مش عايز يعمل الحاجه دي، فكل اللي بيعمله ان هو زي العيل الصغير بيدبدب في الارض ويزن ويزعق، وبيجي لك الاحساس بتاع الافكار السلبيه دي، وهيبقى عايزك تاجل الموضوع ده باي طريقه. يا عم ايه اللي هيخلينا نعمل الحاجه الصعبه؟ ما احنا قاعدين اهو مستريحين ومبسوطين والدنيا حلوه ومش مستاهله كل التفكير ده. خلينا كده يا عم في مود الانتخه بتاعنا وملهاش لازمه. ايا كان بقى الحاجه اللي انت عايز تعملها، تبدا يوم جديد في شغلك، تبدا تذاكر عشان الامتحان، او حتى علشان تروح الجيم وتظبط صحتك. الفكره كلها ان هو اي حاجه جديده ومرهقه، او حتى لو مش جديده بس ممله وفيها تكرار كبير ومش شايف فيها الهدف السريع، هيبدا مخك يهيئ لك ان هي حاجه ملهاش لازمه. واللي احنا فيه احسن حاجه. تاني نوع مقاومه مخنا بيحاول يوصله لنا هي جايه عن طريق كبريائنا او الايجو بتاعنا. من الاخر مخنا بيحاول على قد ما يقدر ان صورتنا قدام نفسنا ما تتهزش. دايما هيحاول يوصل لك ان انت احسن واحد في الدنيا، ودي حاجه كويسه، بس فكره ان انت تعمل حاجه جديده فدي فيها ريسك ان انت مش تبقى احسن واحد في الدنيا، لان غالبا انت مش هتنجح فيها من اول مره. فمخك بيحاول يمنعك انك تعمل الحاجه دي علشان ما تبانش قدام نفسك ان انت فاشل. وبسبب السببين دول دايما هيبقى رد فعل مخنا على اي حاجه جديده او صعبه بنعملها ان هو يقاومها بالرفض. طيب بما اننا عرفنا مخنا بيفكر ازاي وبيعمل اللي هو بيعمله ده ليه، اعتقد بقى اسهل ان احنا نضحك عليه. طب نضحك عليه ازاي؟ تعال نمسكهم واحده واحده. اول حاجه الافكار السلبيه. كميه المشاعر والافكار السلبيه اللي بنحسها لحاجه معينه بتعتمد اعتماد رئيسي على حجم الحاجه دي. يعني مثلا احساس الملل اللي بيجي لنا هيزيد جدا لما تحس ان انت المفروض تذاكر لمده شهرين علشان الامتحان بعد شهرين، مع ان نفس احساس الملل ده لو الامتحان بعد بكره هتلاقي ان هو تقريبا مش موجود، لان مخنا شايف ان احنا هنتعب لفتره قصيره. لكن لما يجي يشوف ان احنا هنتعب لمده شهرين 3 او حتى سنه يقول لك يا عم سنه ايه، فكك، انا مش هتعب انا كل الكلام ده، لما يقرب وقت الامتحان ساعتها ربنا هيفرجها. طب ايه رايك لو غيرنا تغيير بسيط في الهدف بتاعنا؟ ودي ممكن تكون اول حاجه تضحك بيها على نفسك، هي فكره ان انت تقول لنفسك ان انا هعمل الحاجه الصعبه دي لوقت قليل بس. اهو زي ما بيقولوا كده ان احنا هناخد الموضوع بخطوات صغيره، بيبي ستيبس. انك تخلص مثلا تشالنج عامله لنفسك في 30 يوم غالبا بالنسبه لمخك هيبقى متطلب مجهود كبير جدا ومش مستاهل كل المجهود ده. بس لو جيت قلت له انا كل اللي عايز اعمله ان انا اخلص اللي عليا النهارده، مش لازم بقى تفكر في بكره ومش لازم تفكر في 30 يوم كلهم، هي بس فكره النهارده. فمخك هيبدا يستوعب ان دي حاجه مش كبيره انا اقدر اعملها، يوم واحد اقدر استحمل، وعارف ان بكره هيجي لي الريورد بتاعي. وبكده المقاومه بتاعت المخ هتقل شويه. وده بياخدنا لقاعده كان قالها كده جيمس كلير، انك تقلل من قيمه الحاجه اللي عايز تعملها علشان المشاعر السلبيه اللي هتجيلك من الحاجه دي ما تحبطكش. او بالبلدي كده انك تعمل الحاجه الصعبه لوقت قصير
وبعد كده ترجع تشوف وتفكر مع نفسك هي الحاجه دي كانت صعبه قوي كده؟ والله هتلاقي ان هي مش صعبه قوي. طب ايه المشكله او ايه اللي هيجرى لو عملتها شويه كمان؟ ايه اللي هيحصل لو زودت مره كمان؟ ايه اللي هيجرى لو عملت يوم كمان من اللي انا كنت بعمله؟ تاني حاجه ممكن تضحك بيها على نفسك هي فكره ان انت بس تستعد. انا مش بقولك اعمل حاجه، ما تعملش اي حاجه لو هي تقيله على قلبك، مجرد بس ان انت تستعد. يعني مثلا لو عايز تروح الجيم وحاسس ان انت مش قادر ومش في المود ومش طايق ان انت تروح الجيم، ما تعملش اي حاجه غير ان انت تقوم تلبس الشورت بتاعك، تلبس التيشيرت بتاعك، تلبس الجزمه، تحضر موبايلك ومحفظتك ومفاتيحك وما تنزلش. اول ما تلاقي نفسك استعديت بصوره كبيره للموضوع اللي انت عايز تعمله، هتلاقي نفسك في الاخر طب ليه لا؟ ايه اللي هيجرى لو كملت خطوه كمان ورحت الجيم؟ او لو مثلا عايز ابدا مذاكره ومش قادر كده لا مش جايبه معايا النهارده المذاكره سكه، ما تعملش حاجه غير انت تقعد على الكرسي اللي انت بتذاكر عليه، او تفتح الكتاب، او تمسك حتى الكتاب اللي انت عايز تذاكر منه وتمشي بيه في البيت. هتلاقي نفسك بعد مده لقيت هو ايه اللي هيجرى لو ذاكرت؟ غالبا ولا حاجه. ودي بصراحه حاجه بتنفع معايا انا شخصيا، ان انا مش بقول لنفسي ان انا هعمل الحاجه دي، لا، انا كل اللي بعمله ان انا بستعد بس. حتى دلوقتي وانا بصور ممكن يكون الموضوع كان تقيل عليا شويه ان انا ابدا واصور، وكل اللي عملته ان انا ظبطت بس المكان، جبت الاضاءات، حضرت الكاميرا، عملت الكلام ده كله، ولقيت نفسي في الاخر هو ايه اللي هيجرى لو صورت؟ ولا حاجه. وبدل بقى ما افك تاني وارجع اعمل الكلام ده كله من الاول تاني، طب ما اصور وخلاص، ما الموضوع كده كده انا انجزت فيه جزء كبير جدا. تالت نصيحه ودي اكتر حاجه بتنفع معايا، هي فكره ان اخلي الشغل الصعب اللي بعمله بعديه حاجه تبسطني. يعني من الاخر بضحك على نفسي وعلى مخي وبقول له يا عم لو خلصنا الحاجه الصعبه دي تعال نتفرج على فيلم، تعال نخرج، تعال ننبسط. فبقى الفعل الكويس او الفعل اللي انا نفسي اعمله بقى مربوط بالحاجه الصعبه اللي انا مفروض اعملها. طيب كل الحاجات اللي بنضحك بيها على نفسنا ليها علاقه بالمشاعر السلبيه والافكار السلبيه زي ما اتكلمنا. طب ازاي هتغلب على المقاومه اللي بتجيلنا من المخ بسبب كبريائنا؟ الكبرياء او الايجو بتاعنا ده هو بيتحدد بناء على التجارب القديمه بتاعتنا، وهو اللي بيحدد احنا مين وبيشكل الواقع اللي احنا عايشينه. احنا بس بنقدر نتصرف بناء على الصوره اللي رسمينها لنفسنا. يعني انا لو جيت دلوقتي قلت لك ايه رايك لو جينا نجري 10 كيلو، صورتك عن نفسك هي اللي هتحدد اذا كنت هتقدر تجري ال 10 كيلو ولا لا. اول حاجه مخك هيعملها لو انت مش بتجري بصوره دوريه ان هو هيقول لك انت استحاله تقدر تجري ال 10 كيلو. بس هل ده فعلا معناه ان انت ما تقدرش تجري ال 10 كيلو، ولا ده بس كلام مخك بيقوله لك علشان ما تفشلش في ان انت تجري ال 10 كيلو وتبقى صورتك قدام نفسك مش احسن حاجه؟ واهم حاجه ان احنا نعدي المقاومه بتاعت المخ دي، ان احنا اصلا ما نفكرش في الموضوع. طب يا عم تعالى نبدا نجري ال 10 كيلو ونشوف احنا هنقف فين، ما يمكن تقدر تعملها وممكن لا، بس فكره ان انت تجرب هي ملهاش اي علاقه باللي مخك بيحاول يوصله لك طول الوقت عن نفسك. واهم حاجه في الفيديو ده علشان تضحك بيها على نفسك وتعمل اي حاجه صعبه ان انت ما تفكرش في النتيجه النهائيه. دايما للاسف كلنا بنقع في فكره ان احنا باصين على النتيجه النهائيه وبس، وده بيخلينا مش مبسوطين وبيخلينا نفضل مستنيين كتير جدا علشان نوصل للحاجه اللي احنا عايزين نوصل لها، وده بيحسس المخ بالمجهود الكبير اللي احنا المفروض نعمله علشان نوصل لنقطه معينه. بس بدل ما تفكر في النتيجه النهائيه فكر في البروسيس نفسها، فكر في العمليه نفسها اللي هتوصلك للنتيجه دي. افعالك اللي بتعملها كل يوم هي اللي هتوصلك للنتيجه. النتيجه كده كده هتوصل لو افعالك مظبطها على اساس الشخص اللي انت عايز تبقى. وصدقني في الاخر هتلاقي نفسك كل يوم بتقرب خطوه للي انت عايز توصل له. مش بس كده، ده انت كل يوم بتكون مبسوط ان انت قربت الخطوه دي، مش مستني بقى بعد 30 او 40 يوم علشان تكون مبسوط بعدهم بعد ما توصل للنتيجه. وحاجه كمان محتاج تضحك بيها على نفسك، ان انت تقنع نفسك ان انت مش هيجرى لك اي حاجه ولا الايجو بتاعك هيتاثر لو دوست لايك وعملت سبسكرايب. ويا سلام بقى لو شفت الفيديو ده كمان. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.